قناة نبض الإيمان تقدم. أمه يا جماعة، يا أخي اكفر عشان أمك، انج بنفسك. الإسلام كان ضعيف، الإسلام كان ضعيف. الرسول يمر من قدامهم يشوفهم يعذبون يد العذاب، بلا عمار أمه وأبوه عذاب، بيجي هذا يحط الرمح ثرج أمه وتكون أول شهيدة في الإسلام. الرسول يمر عليهم وش يقول لهم يا جماعة، وش يسليهم فيه؟ الإسلام ضعيف، والله ما أقدر أفككم، والله الرسول قلبه يتقطع عليهم ود أن يفكهم لكن ما يقدر. الإسلام كان ضعيف، كان في ضعف الإسلام. فيقول لهم ويسليهم بهذه السلعة الغالية التي فرط فيها شبابنا، يسليهم بهذه السلعة التي ضيعها شبابنا. يا الله، صبرا آل ياسر فإن موعدكم ايش؟ أجيبوا الجنة. كان يقول ودي أفككم لكن ما أقدر، لكن أنا أضمن لكم، أقول لكم اصبروا، الصاد والباء والراء، فإن موعدكم الجنة. الله أكبر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بلال بن رباح، وين حاطين عوننا احنا يا جماعة؟ لو جاء واحد الآن وشال النعة كرمون وحطها قدامه وحطها بوسطكم تقول هذا صاحي المجنون. بلال بن رباح عبد حبشي أسمر اللون، النعولة ادخلت قبلها الجنة. ايش النعل هذه اللي احنا نستعقرها؟ ادخلت قبلها الجنة. بلال بن رباح وش قصته وش سالفته لما سمع بمقدم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأنه بعث نبي؟ أسلم وآمن على طول بدون لا يشوف. يا الله، على طول أسلم. جابوه تعال لتسلم، ويعذبون شد العذاب، يعذبون شد العذاب ويضعون في رمضاء مكة في الحر والحجر عليه وهو ثابت كالجبال. أحد 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 أحد، ويعذبونه وهو صابر، ثبات وعزة. والله العظيم كما قال عمر، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. يا شباب الإسلام، نحن والله العظيم ما لنا عزة إلا بالإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره والله لا يذلنا ربي، والله لا يذلك الله سبحانه إن ابتغيت العزة بغيره وبغير هذا الإسلام. شوف الثبات كيف، شوف الثبات كيف يا من سقطت أمام الذنوب والمعاصي. أعظم مزبلة عرف التاريخ مزبلة الذنوب والمعاصي. تبا والله للذنوب، تبا والله للمعاصي. لا تنظر إلى صغر المعصية تقول والله معصية صغيرة زقارة ينطوع ما تضر، ولكن انظر ما عصيت على من تجرأت. شوف السماء يا أخي من رفعها، لا إله إلا الله. شوف السماء وين العمدان، من رفع السماء يا جماعة؟ بين هذا المكان اللي انت جالس عليه وبين هذه السماء مسيرة 500 عام. سمك السماء الواحدة 500 عام، بين كل سماء وسماء 500 عام، وفوق السماء السابعة ماء مسيرته 500 عام، ثم الكرسي 500 عام، ثم العرش. لا إله إلا الله ما أعظمه. والرحمن على العرش استوى، لا إله إلا هو. الآن يسمعنا، الآن يسمعنا ويعرف قلبك وقلبي، لا ما أعظمه. كيف نعصيه، كيف نجرأ عليه. يا ربي لا تؤاخذنا بما فعلنا وفعل السفهاء منا. قولوا آمين. أقسم بالله أنها مصيبة. بلال بن رباح ثابت لأنه يعلم وش السلعة. السلعة ايش يا جماعة؟ وش السلعة؟ الجنة. الجنة، الجنة يا طلاب الجنة، لا تبيعون الجنة عشان شهوات. ويعذبون شد العذاب، ويعذبون حتى أتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه واعتق بلال بن رباح. لما خرج بلال وفي يوم من الأيام يرون الصحابة ظهر بلال يا أخوان، وإذا مثل الفنجال في حفر يا أخوان، حفر في ظهره مثل الفنجال، مثل فنجال في ظهره. يا الله وش هذا بلال؟ قال هذا أيام التعذيب يوم يعذبوني المشركين، يضعون الحجر على النار ثم يضعونه يا أخوان على ظهره ولا يطفي الحجر إلا الشحم. شوف ظهره الآن قاعد يتقلب على إيش؟ على النار
والحجر من أجل إيش؟ رضاء الله. ليش نتقلب في الذنوب والمعاصي؟ ما تذوق النار، والله تذوق النار، والله إن لم تتوب لله وترجع لله من هذه الليلة. الله يعينك على نفسك، الله يعينك على نفسك، الله يعينك يا رب. شاهد يا أخوان، يا بلال كيف صبرت على العذاب؟ يا بلال كيف صبرت كل هذا وانت صابر؟ شوف ايش قال بلال، طلعت منه كلمات يا الله يستطعم يا اخوان العذاب. ايش قال بلال؟ بلال يبقى يا اخوان جسد لحم ودم. بلال تأثر صاحب العذاب. بلال ماذا قال؟ قال بلال مزجت مرارة العذاب، صح اني اشعر بالعذاب واشعر بالحجر لما يضعون على ظهري، مع حلاوة الإيمان. يا الله يا زين الحلاوة. يا شباب والله العظيم وربي يشهد على كلامي إني ما أقولها تواضع ولا مجاملة، مستعد أحب يديكم واحد 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 واحد، لا تموت وأنت ما ذقت حلاوة الإيمان. أعظم خسارة وأعظم حرمان أن يموت الإنسان ولم يذق حلاوة الإيمان. والله إن أعظم خسارة وأعظم حرمان أن يدفن الشخص ويقال فلان ابن فلان مات وانتقل من هذه الدار، دفنوها الناس. يوم مات ما شاء الله كون علاقات وكون معارف وقروبات وأصدقاء وأخوية وزملاء، لكن ما كون علاقة مع من خلقه، ما كون علاقة مع من شق سمعه وبصره. هذا هو الحرمان، هذه الخسارة. مزجت حلاوة الإيمان مع مرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان وصبرت على العذاب. حنا مرات يا جماعة جينا مشاكل، جينا هموم، افصل من وظيفة أو طلق زوجتي أو يجيني حادث أو يجيني مرض. ليش دائما يتغلب الحزن علينا؟ ليش دائما الهموم تتغلب علينا؟ لأن ما عندنا إيمان. إذا جيني بنخلط الآن الإيمان مع المصيبة اللي جتني الآن، وش اللي يغطي يا جماعة؟ الذنوب والمعاصي والهموم تغطي على حلاوة الإيمان. ما في كفة، ذنوبنا أكثر ومعاصينا أكثر. فأحبابي الكرام تأمل في حالهم، ضحوا كل هذا عشان الجنة. أحدهم الصحابة في إحدى المعارك، يا الله يا جماعة هذا الصحابي أسأل الله يلتقي فيه، رايح الآن معركة يقابل من؟ العدو. رحلة قد تكون نهايتها الموت، لكن موت في من؟ من أجل من؟ في سبيل الله. فيقول هذا الصحابي يا رب، يا رب أن تسخر لي واحد في المعركة كافر شديد بأسه، شديد وقوي، فيقتلني ويبقر بطني ويفقع عيني ويجدع أنفي ويقطع أذناي ويقطعني قطعة. شو يتمنى؟ يتمنى ويلقى عدو قوي بأس وشديد بأس. يا ربي إذا لقاني يقطعني قطعة، يفقع عينك اللي تنار الحرام، يقطع أذني اللي سمعت حرام، يبقر بطني اللي أكلت حرام، يقطعني قطعة. حتى إذا سألتني يوم القيامة ليه يا عبدي، ليش يا عبدي تتمنى هذه الأمنية؟ فأقول فيك يا ربي، فأقول يا ربي والله ما تمنيت هذه الأمنية إلا من أجلك.